انا زهقت والله. ايه كل ده؟ من الساعة 3 لغاية دلوقتي، والساعة كام؟ الساعة 11 ونص. ده كله وانا بره، دروس وجيم، ومفيش وقت خالص نقعد نذاكر فيه زي الناس. الوقت مفيهوش بركة خالص. ده ايه ده؟ ربنا يصبرنا بقى. اه، تعبت اوي. جيم ودروس، حالة بايظة خالص، حالة بايظة خالص. مش قادر والله، ربنا يقدر. الواحد يخلص دروس يطلع له الجيم عشان يعمل فورمه بقى وكده. فورمة ايه بس؟ فورمة ايه بس اللي هتضيع الوقت دي؟ مش عارف والله. مش عارف اعمل ايه بصراحة. اعمل ايه؟ الساعة 11 ونص يا جدعان. مش نافع خالص كده. يعني نقعد نضيع وقت. يعني اخلص الدروس على الساعة 8 9 واروح الجيم 3 ساعات لغاية الساعة 11. مفيش وقت خالص اقعد اذاكر فيه اصلا. يعني مفيش وقت. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه طيب؟ بذاكر ايه بقى ده؟ نحو. قوينا يا رب، قوينا. نحو ايه؟ طب النحو ده يعني ايه بس؟ يعني ايه نحو؟ يعني ايه دراسة؟ يعني ليه اقعد اذاكر سنة واكتر؟ لا سنة، سنة، وامتحن امتحان ساعة ونص ساعتين. يعني ليه كل ده؟ نروح دروس ونقعد نعمل، معرفش نقعد برضه، ونمتحن امتحان ساعة ونص نقعد نذاكر سنة. حاجة بايظة خالص. انا اقعد بقى نذاكر شوية، نذاكر شوية بقى، نذاكر على ساعة كده عشان ننام الساعة واحدة ولا اتنين، ولا ما نامش احسن. يلا نقعد نذاكر شوية. مش عارف اركز خالص. يعني انا هروح دروس من الساعة 3 لغاية الساعة 8 واروح الجيم، وهاجي اركز واذاكر ازاي طيب؟ يعني تيجي ازاي دي؟ ازاي طيب؟ الساعة بقت 12 وعايز انام. والله انا عاوز انام اصلا. انا مش فاهم اذاكر ازاي بعد الحاجات اللي انا عملتها النهارده دي. معرفش اعمل ايه يا جدعان، معرفش. ايه يلا، داخل كده عليا ولا سلمت ولا قلت السلام عليكم؟ في ايه؟ حاضر. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه امتى؟ انت داخل كده بقالك 5 دقايق وسامعك من الاوقات تانية عمال تكلم نفسك زي المجانين. في حاجة ولا ايه؟ لا يا بابا، مفيش اي حاجة. لسه جاي من الجيم وخلصت دروس. ف مش عارف اركز خالص. يعني انا مش عارف اركز خالص، والساعة دلوقتي 12 و5 و12 و10. مش عارف اركز خالص. انا مش عارف اذاكر امتى. مفيش وقت خالص يا بابا. الوقت مفيهوش بركة. طب ما انا عندي حل حلو قوي. قول يا بابا. بص يا عم هقولك. تنام دلوقتي وتقوم بعد الفجر. الوقت بيبقى فيه بركة جدا. بجد والله؟ اه والله. وكمان الوقت ده الرسول قال عليه افضل الاوقات بعد الفجر. بتقوم بقى تركز جامد وتستوعب المعلومة صح. يا بابا انا عارف والله، بس في مشكلة دلوقتي. انا لو نمت ممكن معرفش اقوم اصلا الفجر. يعني انا ممكن اصلا أو انام دلوقتي واقوم الساعة 3 2. فمعرفش يا بابا والله. لا هتقوم ان شاء الله. ان شاء الله يا بابا، اسمك بقك ربنا. طب بقول لك انا داخل انام في الاوقات التانية، لو عايز اي حاجة تعالى. ماشي يا بابا، ماشي. دلوقتي مثلا هنعمل تيست كده اكن احنا قاعدين في مجموعة والمستر يسألنا بقى في النحو. دلوقتي مثلا لو الدور ما جاش عليا، وانا احمد ربنا ان هو ما يجيش عليا، هو مثلا راح سألها هي، فقال لها اعربي يعلو قدرة، اعربي يعلو قدرة. فهي تقول للمستر انا مش عارفة اعرب. فانا اقول لها، فهي تبدل. فانا اقول للمستر مستر مضربهاش، انا عارفها، هو اتضرب مكانها. فكده ابقى مظهري كويس، فما اتضربش. بعد كده نحب بعض، وبعد كده نتجوز. طب افرض بقى يا اهبل انت معرفتش السؤال، وصاحبك اللي جنبك هو اللي جاوب عليه، وهي عجبت بيه، وصاحبك بقى اللي اتجوزها وحبها.
اه صحيح، ازاي الفكره دي ما جاتش في بالي؟ بابا، بابا، انت خليت فيها بابا؟ ايه ده؟ معلش يا بابا، معلش والله ما خدتش بالي، ما خدتش بالي. ده انا كنت بذاكر بس كنت بذاكر بصوت عالي بس في المثال. يا ابني هو انت مش نافع معاك اي حاجه؟ عمال اديك في نصايح واقول لك قوم الفجر ونام دلوقتي، وانت عمال تتكلم وتقول لا لو جاوبت ومش عارف ايه. انت مش نافع معاك غير الضرب. تعالى لي. لا بابا، ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه والله.